مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين بحضراتكم نجوم مصر الشباب، النجوم اللي كانوا رجال وعلى قدر من المسؤوليه، كانوا يعني نقول لاعبين قدروا يحتفلوا المسؤوليه. احمد سمير نقول الظهير الايسر الهادئ في الملعب، واللي كان يعني شاط ضربه جزاء من الضربات اللي رجحت كفه مصر. احمد بقول لك الف مبروك وانجاز طيب النهارده، واعتقد يعني التكريم والاستقبال ده خير استقبال ليكم النهارده. طبعا الحمد لله، الله يبارك في حضرتك، مبروك لينا ومبروك للشعب المصري كله. بقالنا كتير طبعا ما فرحناش، الحمد لله ان احنا قدرنا نفرح الشعب المصري بحاجه. طبعا اهدينا له حاجه بقاله كتير ما فرحش، بطوله صعبه طبعا وبطوله قويه، وزي ما حضرتك تابعت طبعا البطوله ماتشات مش سهله، قدرنا نعمل انجاز كبير ان احنا نكسب 5 ماتشات ورا بعض، وده طبعا حاجه يعني ما اتعملتش قبل كده، والحمد لله ده طبعا جه من ان احنا تعبنا واجتهدنا فربنا ادانا. الكبير ولا الصغير بقى؟ لا اخويا الكبير طبعا. ما بيلعبش كوره ولا ايه؟ لا بيلعب في الداخليه، بيلعب معايا. بتلعب في حارسك ايه النهارده؟ بتلعب برضه في الدرجه الاولى ولا ايه؟ انا احساسي دلوقتي بعيد عن الكوره ان انا اخويا عمل حاجه لمصر، هو وكل زمايله عملوا حاجه لبلدهم، دي عندي في الدنيا. بعيد عن الكوره وبعيد عن المجال بتاعي وبعيد عن اللعب، انا فرحتي باخويا، مش فارق معايا اي حاجه غيرها. احمد انت لعيب هادي في الملعب وعندك ثبات انفعالي، واعتقد كنت مركز جدا. احساسك ايه ضربه الجزاء اللي انت داخلها مهمه وكان رامي مضيع، ويعني نقول كانت الظروف معاكسه شويه، واعتقد كانت ضربه جزاء مهمه جدا. الحمد لله انا كان عندي ثقه في الله طبعا، لان انا تعبت واجتهدت، وكنت عارف ان ربنا مش هيضيع تعبي ابدا، فالحمد لله ان انا قدرت ان انا اسجلها، ودي كان نقطه تحول في المباراه، لان كان مسعد قبليها لسه صادد واحده، فلو كانت ضاعت كان هيبقى في علينا ضغط، فانا الحمد لله ان انا قدرت اسجلها، ريحت زمايلي، بعديها هم ضيعوا واحنا جبنا، فاحنا ركبنا الماتش فوقنا عليهم الحمد لله. يعني قبليها داخل واخد القرار وحطيت الكره وما همكش، اعتقد كانت كره مهمه جدا. طبعا انا كنت اصلا حاطط تفكيري كله ان انا اجيب الجون عشان اسكت جمهور الجزائر. لا قال لنا حاجات كتير جدا بلاش تتقال عنها. بقول لك احساسك ايه وانت داخل، وبعديها حسيت ان انت خلاص يعني طمنت الناس، طمنت الفريق، رجعت اللي داخل يشوط بعديك قلت له ايه؟ قلت له طبعا بالتوفيق، وقلت لمسعد طبعا بالتوفيق، وكان داخل بعديه شوط رفعت طبعا لعيب مش صغير، لعيب كبير، فكنا واثقين في بعض كلنا، وكان عندنا امل ان احنا البطوله دي بتاعتنا، عشان احنا تعبنا جدا جدا، ربنا اداها لنا الحمد لله. كنت معاكم في مباراه المقاولين، وكنت انت معاك 2 شباب في مباراه الداخليه والمقاولين، وكنتوا متضافين وموجودين فيها. احساسك بعد الخبره اللي انت خدتها من البطوله والاضواء دي هتخليك تفرق معاك ازاي بالدرجه الاولى في الداخليه؟ ده بفيد النادي بتاعي ان شاء الله، واعمل له حاجه في الدوري، وزي ما حضرتك شايف الدوري سهل السنه دي، يعني مش صعب، فان شاء الله الحمد لله اكتسبت خبرات اقدر افيد بيها فرقتي في النادي ان شاء الله. هناك يعني نقول احمد سمير كان عليه مسؤوليه، واحنا شايفينه لعيب تقيل في الملعب وما بيكونش يعني اداؤه مش متسرع. لا والله هو احمد يعني الماتش الاخير ده بالاخص هو قلقنا في اول ماتش بضربه الجزاء اللي عملها، خلاني كنت قاعد يعني الناس حواليا مش عارف، كنت خايف عليه وخايف على مصر كلها، بس الحمد لله يعني هو عوض كل الكلام ده بضربه الجزاء اللي لعبها، وقال لجمهور الجزائر هو ايه ومصر ايه والمنتخب كله ايه. الف مبروك يا احمد، ونقول طموحك خلال الفقره القادمه كمل مع الداخليه ولا في عروض ان شاء الله؟ ان شاء الله اللي في الخير قدام ربنا ان شاء الله. شايفين مشاهدينا الكرام يعني فرحه عارمه لكل جماهير الرياضه المصريه، كل الكره المصريه، والحمد لله قدرنا يعني نفوز بكاس افريقيا، نوصل لكاس العالم. نتمنى ان شاء الله اللعيبه اللي عندها طموح اللي مصر ان شاء الله تفوز بكاس العالم زي ما اللعيبه قالت، وهم عايزين ينافسوا، طموح وفكره كويسه جدا. نشكركم مشاهدينا، نعود للاستوديو وعوده ان يتجدد اللقاء معكم من داخل مطار القاهره. شكرا محسن محمود، شكرا وليد فرج، شكرا احمد هندي من قطاع الاخبار.